ابتلي إيمانك بالقرآن، فكل ما وجدت نفسك مقبل على القرآن فهذا علامة خير، وكلما وجدت نفسك معرضة عن القرآن فهذا نسأل الله عز وجل السلامة نقص، ولا أقول شر لكن أقول نقص، فإن الإنسان يبتلي نفسه بالقرآن ويحرص عليه. ومن عجيب أمر القرآن أنك إذا تركته تركك، فإذا تركت مراجعته تفلت كما تتفلت الإبل من معاقلها، وإذا تركت قراءته صعب عليك كثرة قراءته. وذلك الذين يقرؤون في 3 وفي 5 وفي 7 ما أخذوها في يوم واحد، بسؤالهم جميعا الأحياء منهم والأموات كلهم يقول يعني سبحان الله هي تأخذها بالدربة، مع أن القراءة واحدة كل الناس يستطيعون أن يقرؤون، لكن سبحان الله العظيم القرآن أمره عجيب. ولذلك فالإنسان يعني أوصي نفسي وأنا المقصر وإخواني بكتاب الله عز وجل، فإن أعظم ما يبتلى به الإيمان النظر في كتاب الله عز وجل، يقوي الإيمان، يقوي علاقة الشخص بربه جل وعلا. الكتاب كله تقوية، وأنتم الأعلون، مهما رأى من أمور يعني تضره في خارج حياته، إما في نقص دنيا أو نقص أمور يظنها في الدين، إذا ذكر وعد الله عز وجل فإنه حينئذ يقوى إيمانه وتقوى علاقته بربه جل وعلا، ويزداد طاعة، ومن الطاعة العلم.